السافل إلى أسفل السافلين. عندنا مثال واضح جدا، الحر رضوان الله تعالى عليه حكم عقله وابتعد عن النفس وعن الهوى، وهو الذي جعجع بالإمام الحسين، وعنده أموال وعنده سلطة، 1000 مقاتل تحت يده، لكن حكم عقله. نعم، وقال لعمر بن سعد: أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: اي والله، قتال أيسره أن تتطاير الرؤوس. بقي يخير نفسه بين الجنة والنار. جاء إلى الإمام الحسين قال: سيدي مولاي، هل لي من توبة؟ قال: أن تبت تاب الله عليك. وبالتالي أول من خرج، أول من قاتل هو الحر، وأول من استشهد هو الحر، لكن عشيرته انتدبت إلى الحر قبل أن يأخذ العدو رأسه. نعم، على خشوم العدا رغم النشير، والكل منهم علي شالته الغيرة، العشيرة شالته بحر الظهيرة، وبس ظل ما عدهم عشيرة، ضحايا بالشمس من غير تكفير. ويا ريتك تشوف الإمام الحسين وهو ينظر إلى أصحابه يتساقطون كالأقمار، قضوا حق عليهم دون الخيام، أو ما خلوا خوات حسين ترضى، ولغدا وغدوا على حر القاع مطروح، وذاك يعالج طلعة الروح، أو هذا من الطعن ما بقت في روح، أو ذاك من القبر جسمة خضا. يقولون عندما سقط مسلم بن عرسج خرج إليه الإمام الحسين جلس عنده، لكن بعد لحظات خرجت امرأة من المخيم وهي تنادي: